الخير عليكم. حلقة النهاردة عن الخناقة الدايمة بين رجل النار ورجل التلج. رجل النار طول عمره بيحب يأذي الناس، بيحاول يولع في أي حاجة ويغلس على الناس. هو فاكر إن كده بيضحك، بس هو مع كل أسف كده بيضر الناس. ويلاقي واحد التفاحة واقفة فوق راسه، يروح مولع فيها ونازلة على دماغ الراجل. دي حاجة مش كويسة خالص. فجأة بيلاقي نفسه جعان وفي عربية أكل الناحية التانية. إيه رأيك؟ أما آكل شوية. طبعا هو عمره ما بيشتري أكل، هو بيسرق الأكل من الناس. هو راجل طول عمره وحش. وشاف فجأة راجل التلج داخل هو ومراته وبنته داخلين المحل. الست دايما عمالة مهتمية بتليفونها. فكر كده إن هو يعمل إيه؟ يعمل كأن في عربية خبطته ويروح واقع ويروح عامل فيها إن هو اتخبط بالعربية. مرات راجل التلج بتجري عليه وتشوفه وتقول لازم نتصل بالبوليس بسرعة. هي بتحاول تنقذه، قال لها انت مش هتعرفي تنقذيني غير لما تبوسيني، وبسها بالعافية. دي حاجة متصحش خالص. في خروج راجل التلج قال لها انت قاعدة بتخونيني مع راجل النار. قالت له لا، الموضوع مش زي ما انت فاهم. هو راح واخد تليفونها وعرف ياخد كل ارقامها واخد العربية وراح بقى يشوف حاله. الراجل عمال يتخانق معاها ويقول لها انت خاينة وانت مضرة بيا وبنتي، انت ازاي سبتينا، وراح واقع على وشه. قال لها كمان العربية سايباها في الطريق، أنا مش عايز حاجة منكم، انتوا أسرة مش بتحبني. وقعد يتفرج على التلفزيون لوحده ونسي كل حاجة. نسي إن هو مزعل أسرته ومزعل الناس كلها. جاله واحد صاحبه قال له بقولك إيه، ما تيجي نخرج نشرب حاجة بره. راح واخد الفلوس اللي معاه وخرج يشرب حاجة مع الراجل صاحبه. قاعدين هما يخرجوا ونسي الخزنة بتاعته مفتوحة. التليفون رن والست لقت الفلوس محطوطة في الخزنة، وفي جزء من الفلوس متاخد منها. افتكرت البنت هي اللي خدت الفلوس، ما تعرفش ان الراجل التلج هو اللي اخد الفلوس. ينفع تعمل كده وينفع تفتكر حاجة ببنتها كده؟ هي مش عارفة تربيتها عاملة ازاي ولا ايه؟ راجل النار جه وعمل نفسه اتخبط تاني، عايز يصعب على مرات راجل التلج عشان هي تعرف تاخد بالها منه. وخبط عليها الباب وقال لها انا اتخبطت في راسي في الشارع، انا مش عارف اعمل ايه. اخدته جوه وقعدت تحاول تدور على حاجه تمسح له بيها وشه من الدم. هو ما كانش يعرف ان دي ميه، والميه طبعا راجل النار مش بيقدر يستحملها. الام والبنت كانوا قاعدين. البنت قالت لها انت تاني جبتي الراجل ده في البيت، ما ينفعش تعملي فينا كده. وراح عازم عليها بشوكولاتايه. هو طبعا مش طبعا ان هو يعزم على حد بحاجه، بس اكيد عنده غرض في نفسه احنا ما نعرفوش. راجل التلج راجع بيته آخر اليوم، خبط واحدة من غير ما يقصد، وراجع بقى مش فاهم أي حاجة. لقى راجل النار قاعد في بيته، قاعد عمال يخونه هو ومراته. هو ده اللي جه في دماغه. قال لها تاني انت تاني جبتي الراجل ده في البيت، انت بتعملي فيا كده ليه؟ طبعا هو راجل النار هو مش عايز حاجة أكتر من كده، عايز الأسرة تتفكك وهو ده هدفه في الدنيا. البنت قالت له خلي بالك انت كده بتغلط فينا جامد. وهما الاتنين قعدوا يضايقوه عشان هو فاهم غلط. هو راح مدمر أسرته، ينفع يعمل كده؟ راح راجل النار طبعا ضربه لأن هما دلوقتي مبقوش أسرة، هو بقى لوحده. الراجل طلع يجري وكان خايف من راجل النار. قال لها خلاص انت الراجل ده دلوقتي مش معاكي، انت معايا، ما انت ما تستاهليش حد يضرك، انت عايزة حد ينفعك. هي سمعت كلامه برضه، ده راجل مؤذي جدا. وهي راحت فاتحة الخزنة ومطلعة الفلوس وهو واقف بيتفرج. فعرف هو مكان الخزنة وعرف كلمة السر ايه. وهو فاكر ان ايه، البنت هي اللي هتعرف تجيبها له. هو قال للبنت بقولك ايه، يلا افتحي لي الخزنة بسرعة. البنت قالت له انا مش هقدر افتح لك الخزنة، دي بتاعت بابايا ومامتي، بس انا ممكن اعمل لك اكل تاكله. هي البنت بقت شايفاه بدل ما هو بيجيب لها شوكولاته وبدل ما هو بياخد باله منها، خلاص عرف يتمكن من الأسرة وعرف إن هو يعمل كل حاجة هو عايزها. وفجأة البنت دي كانت العربية هتخبطها وراجل التلج أنقذها. وابتدى يفتكر هو ليه راجل طيب، لأن هو بيعرف ينقذ الناس كلها. أم البنت افتكرته إن هو مؤذي، وهو دلوقتي فهم كويس إن المظاهر خداعة وإن مش كل حاجة هتشوفها هي الحقيقة. في الوقت ده راجل النار كان عمال يحاول يفتح الخزنة وكتف الأم والبنت وأخد الخزنة بتاعتهم. الأم كانت ماشية في الشارع لقت جوزها واقع في الأرض، قالت له بقولك إيه، أنت كويس؟ قال لها أنا كويس، أنا آسف إن أنا ظلمتك، تعالي نقضي سوا على راجل النار. هو دخل البيت لقى راجل النار
ضارب بنته وبيسرق فلوسه. حاول يرمي عليه تلج بس هو معرفش لأن التاني نط بسرعة. طلع يجري وراه إن هو دلوقتي متغاظ منه جدا لأن هو كان هيدمر أسرته، ودلوقتي اداله الطاقة القصوى وكسر جسمه وجمده. والبوليس جه عشان يقبض على راجل النار أخيرا ويخلص الناس من أذاه. الأسرة دلوقتي رجعت فهمت إن مفيش حاجة وإن المظاهر خداعة.